السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور عبد الرحمن. هكلمكم النهارده عن المخدرات اللي بتصيب الشعر، او كل ما حد يخش لي يقول لي يا دكتور انا مش عاوز اخد المينوكسيديل عشان شعري هيبقى مدمن، ولما بطله شعري هيقع. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ يبقى اول حاجه محتاجين نتكلم عنها هو المرض نفسه. يعني ايه صلع وراثي؟ في الحياه او في الطب في حاجه عندنا اسمها الامراض المزمنه، وفي حاجه اسمها الامراض الغير مزمنه. الامراض الغير مزمنه زي دور البرد اللي بناخده، زي الدم اللي بيطلع لنا وبناخد له مضاد حيوي فبنبقى كويسين. وفي حاجه اسمها الامراض المزمنه. يعني ايه امراض مزمنه؟ يعني المرض ده في عندي خلل وظيفي في جسمي بيؤدي لحدوث المرض، زي بالظبط ربنا يعافينا جميعا مرض السكر. السكر ده مرض مزمن، بمعنى ينفع مريض سكر يروح للدكتور بتاعه يقول له يا دكتور انا مش عاوز اخد الانسولين عشان انا لما بطله جسمي هيبقى معتمد عليه فهتعب؟ ما هو بالتبعيه لو ما اخدش الانسولين اصلا هيكون تعبان. طيب يختلف ايه الصلع الوراثي عن السكر؟ الصلع الوراثي هو مرض مزمن، هشرحه لكم دلوقتي باختيار بسيطه عشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم ازاي. هنفترض ان في واحد عنده سكر. خلاص، السكر ده يا جماعه مرض مزمن، يبقى الراجل ده عنده احتمال من اتنين: ياخد علاج او يرفض. طب هو لما ياخد علاج هيحصل له ايه؟ هيبقى كويس. طب لو رفض العلاج هيتعب ولا قدر الله ممكن يموت. طب لو هو فضل ماشي على العلاج 5 أو 6 سنين هيبقى كويس برضه. طب لو جه في السنة رقم 7 قال أنا معدتش هاخد العلاج هوقفه، هيحصل له إيه؟ العلاج هيخش في الدايرة التانية لحد ما يوصل للنتيجة دي. فدي حاجة اسمها دايرة مغلقة اللي هو مرض مزمن. طيب الصلع بقى، الصلع ده مرض مزمن. هنفترض إن إحنا عندنا في راسنا 100,000 شعرة. ال100,000 شعرة دول هنفترض إن في واحد صلع من الدرجة التالتة عنده 30,000 منهم مصابين بالصلع، اللي هو بيكون الحتة الأمامية من الراس كده. طيب ال30,000 دول هم اللي فيهم العلاج كله، هم اللي فيهم اللعبة بتاعت المينوكسيديل. يا إما ياخد علاج يا إما يرفض. طب لما يرفض هيحصل إيه؟ هيفضل يتساقط بالتدريج، مثلا كل سنة 5000 ثم 5000 ثم 5000 لحد ما نوصل عند مرحلة يخسر فيها ال30,000 شعرة. طيب لو هو في المرحلة دي وبعد ما فقد 5000 مثلا بدأ ياخد علاج، هيحافظ على ال25 الباقيين. طب لو وقف هيرجع يخسر الخمسة اللي كانوا ال25 دول بالتدريج 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 لحد ما يخسر ال30,000 كاملين. يبقى احنا عندنا برضو الصلع ده دايرة مغلقة. طب العلاج ده هنفترض ان اسمه مينوكسيديل، هنفترض ان هو بلازما، هنفترض ان هو عباس مثلا، علاج اسمه عباس. ايا كان نوع العلاج ده لما نوقفه هتبدأ الدايرة دي تستمر من تاني لحد ما كل الشعر يموت.